ايه يا اخويا، جه دور الجزء التاني. جاهز؟ الا جاهز. دي كانت قاعدة عظمة، وانت وعدتني حاجات كتير ما كنتش شايفها. ده فضل ونعمة من ربك، انا مجرد سبب. لا بس انا مبسوط قوي اني قدرت انتصر على شهوتي طول الفترة اللي فاتت، ونظفت حياتي من اي علاقة غير شرعية. ربنا يرزقك الثبات يا حبيبي. بينا نبدأ الجزء التاني. بينا يا اخويا. هنتكلم عن ايه النهارده؟ بعد ما خلصنا كلام عن الشهوة وذنوب الخلوات والعلاقات الغير شرعية وخلاص انتظمنا في العبادة، جه دور تأهيل نفسك ذهنيا ونفسيا وماديا. حلو قوي الكلام ده. نبدأ بالتأهيل الذهني. حط أولوياتك وشوف هل انت مستعد ذهنيا ومعنويا انك تبدأ خطوة في الجواز ولا لا. وبلاش عقلك يوزك على السكة ويخليك تبدأ من غير تفكير لمجرد ان اللي قدك خطبه واتجوزه. قصدك ايه يا اخويا؟ قصدي ان كل واحد له وضع وظروف تخصه هو وبس، ومطلوب انك تركز في ظروفك انت. ما تحاولش تاخد بالك من سنك او تحط نفسك في مقارنة مع اللي قدك. احنا مش في سباق مين اللي يتجوز الاول. فهمتك. بالنسبة بقى للتأهيل النفسي، ده هتنجح فيه لمجرد انك تخطيت التأهيل الذهني. ازاي ده؟ اصل ببساطة انت وقتها هتكون عارف النهج بتاعك في الحياة ومحدد طريقك، فنفسيا هتكون مرتاح. معلش وضح لي اكتر اهو. يعني وقت ما تكون عرفت اولوياتك وحددت اهدافك واستعنت بالله وتوكلت عليه، نفسيتك هتكون 100%. انا خدت بالي كده ان الكلام كله عبارة عن تروس مكملة بعضها، لو حاجة فلتت منهم الدنيا هتفرط مننا. جدع يا اسطى، هي كده فعلا. طب كده اتأهلنا نفسيا وذهنيا، ناقص ايه؟ ناقص اخر حاجة في جزء النهاردة، وهي المسؤولية. المسؤولية محتاجة مادية. انت هتراب يا اسطى ولا ايه؟ بنفك كده يا اخويا. المهم يعني المسؤولية دي حكايتها ايه؟ انك تبقى شخص سوي نفسيا ومحافظ على افكارك وعارف بتتصرف ازاي، فوقت ما تتحط في مشكلة او تقع في حاجة حتى لو ما تخصكش، وقتها هو ده اختبار المسؤولية. يعني انك وقت المصيبة تبقى راسي وعندك ثبات انفعالي وتعرف امتى تدي رد فعل ويبقى رد الفعل ده عقلاني ورزين. هي دي المسؤولية. طب لو خدناها من الأول ولخصنا جزء النهاردة في سطر ونص، وقلنا إن بإذن الله هشتغل على تأهيل نفسي ذهنيا وأدخل بعدها على التأهيل النفسي، ونختمها بتحمل المسؤولية، وقتها أقدر أقول لك أنت شخص ناضج سوي مسؤول. وانا برضو وقتها هشكرك لانك من بعد ربنا ليك كل الفضل في تطور شخصيتي. انا مش عايز بس غير انك تحافظ على اللي قلنا عليه، ولما تخلص نشوف ايه اللي عليه الدور. صحيح، هو ايه اللي عليه الدور؟ ده اللي هتعرفه لو عملت لايك وكومنت بالصلاة على النبي وسبسكرايبر في القناة عشان اول ما ينزل الفيديو يوصل لك اشعار. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.